في ليلة تألق هاكان، وبرضه في ليلة تألق ديفيد ديخيا، الانتر بيفوز بثلاثة على فيورنتينا في الدوري الإيطالي. ليه بقول في ليلة تألق ديفيد ديخيا؟ لأن ديفيد ديخيا النهارده كان قالب على ديفيد ديخيا. أنت كلاعب كورة كنت في ناديك مثلا متألق، وبعد كده نزل مستواك فرحت النادي تاني. طيب خلاص، خليك بنفس المستوى اللي انت نهيت بيه مع فريقك اللي قبل كده، يعني خلي مستواك زي ما هو مستواك نازل. ديفيد ديخيا، مكتوموني، لوكاكو، ماركوس راشفورد، مش فاكر اسامي تانية من مانشستر يونايتد، كلهم تألقوا بعد ما طلعوا من مانشستر. ديفيد ديخيا قلب على ديفيد ديخيا. الراجل النهارده قصاد الانتر، الراجل يعني بسم الله ما شاء الله، الراجل النهارده مطلع كور ياما وكور. انت لو شفت الماتش لا هيبقى ده ديفيد ديخيا بتاع مانشستر في 2015 2016 و17 و18، في السنين اللي هو كان متألق فيها. مكتوميني مع نابولي حسم لهم الدوري السنه اللي فاتت، والسنه دي جايب اهداف ومحاسب لهم ماتشات. لوكاكو من بعد ما طلع من مانشستر وهو تألق مع الانتر برضه. ماركوس راشفورد بيحاول يستعيد مستواه مع برشلونة. فدي كلها لعيبة كانت في مانشستر. انتوا مع مانشستر، هل في حاجة بينكم وبين بعض في مانشستر مخاصمين بعض؟ مش فاهمين لغة بعض؟ يعني محتاجين مترجم في حاجة في مانشستر؟ ما هو مش طبيعي يا جدعان ان اللعيبة اللي بتطلع من مانشستر بتتألق بره، يعني مش طبيعي. فدي من الحاجات اللي لفتت انتباهي في لعيبه مانشستر يونايتد اللي بتطلع من مانشستر، من بيئه مانشستر، وبتتالق بره في الانديه اللي بتروح لها. عجبني الانتر ان هو كان قطع ميه ونور على فيورنتينا في الشوط الاولاني. يعني انا ما شفتش اي تسديده خالص، ومش فاكر اي تسديده على مرمى يان سومر باستثناء كره مويسكين اللي كانت في نهايه الشوط الاولاني، واللي هي ما كانتش خطيره يعني بالمعنى الحرفي. الانتر في الشوط الاولاني كان مستحوذ، ولكن كان استحواذ سلبي. وعلى الرغم من كده قدر الانتر ان هو يوصل بكورتين لباستوني، وواحده برضه لدي ماركو كانت معرضيه من باستوني. عجبني الانتر في ان هو كان مستحوذ، وعجبني في ان هو مفيش كور وصلت ليان سومر، لكن ما عجبنيش في الريتم البطيء، واللعبه تحسها ان هي ما كانتش منسجمه مع بعض في الشوط الاولاني. ولكن في الشوط الثاني كان كويس الانتر جدا في عمليه الاستحواذ وعمليه الضغط، واللي بسببها تألق ديفيد ديخيا بشكل ملفت. ولكن التألق ده ما استمرش كتير، وهكان قدر ان هو يفتتح التسجيل بتسديده صاروخيه لا تصد ولا ترد في الشوط الثاني. بيتر سوسيتش هو عاجبني من بدايه الموسم، والنهارده بعد اصابه او يعني من ماتش نابولي لما اصيب مختريان سوسيتش، انا اتمنى ان هو يمسك في الفرصه دي، لان هو هيلعب اساسي على حساب فراتيزي وعلى حساب زيلينسكي. فاتمنى ان سوسيتش يعني يظهر امكانياته اكتر واكتر، والنهارده اظهر امكانيات كبيره، وان هو لاعب عالمي، وان هو لاعب قادم وبقوه في خط النص بهدف ولا اروع في مرمى فيورنتينا، هدف ثالث من هاكان. من الحاجات ومن الاحصائيات الغريبه هقول لك، هاكان مع الانتر شايط حاجه و20 كره ضربه جزاء، مش متاكد من رقم، يعني مش متذكر رقم كام، حاجه و20 ركله جزاء. كلهم جابهم ما عدا ركله واحده، ما عدا ركله واحده. الركله الواحده دي كانت قصاد نابولي السنه اللي فاتت في ملعب جوزيبي مياتزا، ملعب الانتر، واللي انتهى الماتش يوميها 1-1. الانتر كان ساعتها متقدم، لا كان ساعتها اسف، كان ساعتها الماتش 1-1. الانتر جاله ضربه جزاء، دخل يشوطها هاكان وضيعها. الركله الوحيده اللي ضيعها مع الانتر كانت قصاد نابولي السنه اللي فاتت، واللي بسببها او من ضمن الاسباب يعني اللي ضيعت على الانتر لقب الدوري السنه اللي فاتت، كانت الكوره دي من ضمن الاسباب، او يمكن تكون اهم سبب في ضياع الدوري. سبحان الله. ولكن عايز اشيد بمستوى هاكان حتى برضو في الشوط
ضربات الجزاء بصراحة بيشوطها بطريقة، يعني مش عايز اقول لك ان هو افضل مسدد ركلات جزاء عبر التاريخ، بس عادي انت لو ممكن عملت احصائية او شفت التسديدة بتاعته او التكنيك بتاعه وهو بيشوط ضربات الجزاء، لا هو بصراحة بيحطها، ممكن تكون عارف هو هيحطها فين، بس بيحطها قوية ومركونة ومتقنة بطريقة حلوة قوي. ما عجبتنيش ثنائية لوتارو وبيو اسبو ستو. ليه؟ لأن الاثنين يعتبر بروفايل واحد، طبعا مع تفوق لوتارو في خفة الحركة شوية شويتين وفي المراوغات، وبرضه في خبرة لوتارو وفي مستوى لوتارو بشكل عام، ولكن هما الاثنين قريبين من بعض. الاثنين عايز حد يخدم عليهم، عايز حد زي لوتارو حد زي ماركوس تورام او حد زي بوني. الاثنين ما ينفعوش مع بعض، الاثنين محطة، الاثنين مش هينزلوا لتحت ويستلموا، ولو نزلوا مش هيعرفوا يطلعوا بالكرة باستثناء لوتارو. ولوتارو كويس ممتاز. اسبوسيتو برضو هو لعيب صغير ولكن هو من نوعية لوكاتوني، انا بشوف ان هو من نوعية لوكاتوني شوية، لوكاكو في المحطة، تقيل في الحركة، تقيل في المراوغات، او يمكن في المراوغات هو مش جيد، فبالتالي هو ما ينفعش ان هو يلعب مع لوتارو. بشوفه يلعب مع، ينفع يلعب مع بوني وينفع يلعب مع ماركوس تورام، لكن هو يلعب لوحده او يلعب مع لوتارو دي انا حاجة بشوفها مضيعة للوقت وحاجة مملة وثنائية انت تكره ان انت تشوفها، وثنائية لا يعتمد عليها حتى لو الانتر برضه خلص الماتش بالثلاثة، ولكن برضه انت لو شفت الماتش هتلاقي ان الثنائية دي ما تنفعش خالص. الانتر لعب 9 ماتشات في الدوري ومهزوم 3 ماتشات، ومع ذلك الفرق بينه وبين الصدارة 3 نقط بس، وده يوضح لك ان الانتر برضه ما يتخافش عليه. ليه؟ لان الانتر الفرق اللي خسر قصادها فرق انت يعني اتهزمت من يوفنتوس بره ملعبك، وده يوفنتوس ده ديربي، واتهزمت من نابولي بره ملعبك، وده نابولي بطل الدوري السنه اللي فاتت، باستثناء ماتش اودينيزي اللي انا لحد الان مش فاهم الانتر ازاي خسره، يعني مش عارف ازاي الانتر خسر الماتش ده، كان في ملعب الانتر. ولكن انك تكون مهزوم 3 ماتشات ولسه ما بينك وبين الصداره 3 نقط، فدي حاجه ممتازه بمعنى الكلمه، دي حاجه ممتازه، وانا واثق في ان الانتر ان شاء الله باذن الله هيركب الدوري او هياخد الصداره في جوله من الجولات، ومش هيسيبها غير والدوري في الانتر ان شاء الله. وبس كده، سلام.